المرض رجع تاني. ان دلوقتي عندي مواجهة من المرض شديدة جدا، مش قادرين عليه، هو اللي قادر علينا دلوقتي. السلام عليكم، معاكم اخوكم محمد من قناة فضفضة كوميدي. خارج اطار الكوميديا والضحك معانا كده موضوع جد شوية النهاردة، حالة انسانية. معانا اخونا عوض مجدي، شاب بيعاني من الكانسر. وحبيت اشارك معاكم حالته ونسمع منه شكوته، لعل فينا حد يقدر يساعده ويقف معاه. ازيك يا عوض، عامل ايه؟ الحمد لله. ازاي صحتك؟ نحمد ربنا على كل حال، تمام. اول حاجة عوض، عندك كام سنة؟ 29. من امتى يا عوض بتشتكي من الكانسر؟ من 10 سنين. طيب بدايتك ايه مع الكانسر؟ عرفت ازاي؟ ايه، احكي لي كده الظرف اللي وصلك انك تعرف اللي حصل. تمام. اتفضل. كنت باجي امشي مثلا اغمى عليا، وجع في جنب الشمال، وجع شديد جدا جدا، وجع في القلب جامد. فطبعا كشفت بالصدفه، قالوا لي عندك تضخم في الطحال شديد. ده عندي سرطان في الدم، اول حاجه بيخش فيها الطحال. فطبعا يعني رحت مستشفى معهد الابام وكده، ابتديت ناخد برشام. الطحال عندي ده زبط شويه، فاخدت برشام كتير قوي. وبعد كده الدنيا اتغيرت خالص، وقلبت معايا بلوكيميا حاده طبعا. ودلوقتي باخد جلسات كيماوي. اللوكيميا حاده؟ ايه لوكيميا حاده دي يا عوض؟ اللوكيميا الحاده واللوكيميا المزمنه، والمزمنه بتاخد لها برشام بس. لكن دلوقتي طبعا صفائح الدم عندي قلت جدا، لعدت حاجه يعني مثلا 2 مليون ولا حاجه. 2 مليون ده رقم كبير بالنسبه طبعا المعدل الطبيعي 150 لحد 450. 150 لحد 450. عندك 2 مليون. انا هو بيقولوا بمليون ده كدكاتره، فاحنا كان يعني الناس الطبيعيه بنقول هي 1000. دلوقتي 1700. والصفائح اللي هي البيضاء، اللي هو المرض نفسه بقى 70%. الناس المفروض ان اي حد طبيعي من 4 ل 11. طيب التسع سنين او العشر سنين اللي مروا عليك في حياتك في معاناتك مع الكانسر، ربنا يشفيك يا رب. يا رب. الموقف مش حلو حصل لك من ناس معينين، من قرايبك حد ما وقفش معاك؟ كل قرايبي بعدوا خالص، يعني مش حد من قرايبي بيسأل عليا خالص، مع اني جنبهم يعني جنب المعهد وكده. حاولت ان انا اقول لكذا حد فيهم اجابات عندك، كانوا بيرفضوا، بيقولوا لي احنا مش موجودين دلوقتي. بس يعني وكلهم بعدوا عني، ودلوقتي اصحابي واخواتي هم اللي واقفين معايا. ربنا يبارك فيهم، ناس غريبه اللي واقفه معايا دلوقتي. يعني في ناس بتقف معاك؟ اه. انت يا عوض ب... بتشتغل ولا بتشتغلش؟ لا، ما بشتغلش. انا اول مرض صح كنت بشتغل، دلوقتي مبقتش اشتغل خالص. بتشتغلش خالص؟ امال ازاي عايش على يعني انا تصرف يوميا؟ عامل معاش تكافؤ كرامه يا دوبك، يعني 100 200 450 ما بكفوه. الدنيا غلا جدا جدا يعني. امال بتقدر تكمل حياتك ازاي وبتكمل يومك ازاي؟ المصاريف اللي بتصرفها وكده. يعني يا دوبك في ناس يعني تقدر تساعدني، وساعات يعني من عند ربنا والله يعني. المرض يا عوض بيبقى فيه بنصطحب لوجع، في وجع بتحس بوجع مثلا، بتحس بتعب شديد؟ اه طبعا. هو طبعا سرطان الدم بيجيب وجع في جنب الشمال جامد جدا جدا. هو اول حاجه بيهاجمها هو الطحال. واللي بيتلحقش مثلا بيشيلوه الطحال خالص. اللي ما بتلحقش بشهور الطحال؟ اه بيشيلوه خالص، تمام. طب وانت قلت لي ان انت عندك لوكيميا حاده ولا مزمنه؟ دلوقتي قلب اللوكيميا حد، انا باخد دلوقتي جلسات كيماوي كل 21 يوم كل جلسه. 21 يوم بتاخد امم جلسات كيماوي اه. برشام ولا كيماوي؟ لا، كيماوي محاليل. كيماوي محاليل. اه. مؤلم موضوع الجلسات الكيماوي ده يا عوض؟ هو مشكلته بيجيب سخونيه شديده جدا بعد الجلسه. لما في كده حد يرجع ما يقدرش ياكل، همدان في الجسم، تكسير في الجسم، منع الاكل النهائي لمده 5 ايام واكتر. انت عوض احساسك ايه كده؟ انت بتقعد بتبقى حاسس بايه؟ يعني بتدافع عن نفسك ضد المرض وبتحارب المرض، حاسس بايه؟ طبعا نفسيتي تعبانه جدا. دلوقتي طبعا المرض يعني اللي هو عشان يتملك مني كمان. والمشكله اللي انا جديد فيها يعني مع النفسيه، ما بقدرش اركب عربيات خالص. لما بركب اي عربيه مثلا بحس ان انا مش قادر اخد نفسي، ما تعرفش تاخد نفسك في العربية؟ وبهموت وجسمي بينمل بحس إني بموت. اول ما بشوف المستشفى بعيني نفسيتي بترتاح، بخف من غير ما اي حد يكشف عليا. يعني مفيش دكتور قال لك ان الموضوع نفسي مثلا؟ موضوع التعب الشديد اللي بيجي لك ده نفسي، ولا موضوع التعب الشديد ده فعلا حاجه جواك هي اللي بتتعبك لما بتقعد في اماكن مغلقه زي العربيات وكده؟ لا، هو قالوا لي يعني هو النفسيه دي اسمها حاجه يعني التخيع من الخلع، حاجه زي كده. اللي انا اول ما ابعد عن المستشفى بحس ان انا ما فيش حد هيلحقني، عشان طبعا يعني مع المرض 10 سنين. فالمرض ابتدى يعمل لي حاجات كتير في دماغي، وكيماوي كمان اعراض وحشه. كان في حالات مثلا زيك في المستشفى بتتعالج معاك وخفت وبقت كويسه ومشيت، ولا ما صادفتش لحد دلوقتي؟ الصراحه هو في حالات خفت الحمد لله، بس الاكتر حالات كتير توفت، اصحابي كتير توفوا. ربنا يديك طول العمر ويحفظك يا رب.
ربنا يخليك يا حبيب قلبي. طيب تسلم. ايه الحل مثلا ان الكيماوي ما جابش نتيجه؟ ايه الحل اللي ممكن الحل هو البديل؟ المشكله دلوقتي ان انا باخد الكيماوي بيتعبني اكتر بس ما بيعملش استجابه كويسه. المرض بيعلى جامد، يعني بيزيد مش بيقل. بيزيد جدا والدكاتره مش قادرين، يعني اللي هم مش عارفين في ايه بالظبط. ايه الدكتور بيقول لك ايه عن حالتك، او بيكلمك الدكتور الطبيب المختص اللي هو مسؤول عن حالتك بيقول لك ايه لما بيكلمك؟ هو الصراحه انا اول ما ابتديت مع المرض ده خدت برشام مشيت عليه 6 سنين اسمه سبايس، مشيت عليه 6 سنين، بس قبل كنت باخد حاجه اسمها تاسيجنا وكليفي. البرشام ده على نفقه الدوله. اه بكام سعر علبه البرشام دي؟ يعني مثلا من 5000 جنيه. 5000 جنيه برشام بيكفيك قد ايه وقت؟ هو شهر شهر، 60 بيقعد معاك برشامه. الشهر ب 5000. اه ده اول برشام انت استخدمته. تمام. قعدت بيه كام سنه؟ 6 سنين. قعدت 6 سنين ماشي عليه، كنت كويس وكنت بشتغل عادي. بعد كده لما جسمي خد مناعه من العلاج مبقاش يعمل استجابه خالص. خد مناعه من العلاج. خد مناعه ان انا اخد العلاج ما يعملش استجابه، لا بالعكس يجيب لي مرض اكتر، يزود المرض اكتر. وبعدين ايه المرحله اللي انت انتقلت لها بعد كده؟ المرحله اللي هم عملوا تحاليل طلع المرض اللي هي صفائح الدم طلعت عندي عاليه والبيض عاليه، فعملت حاجه اسمها بذل النخاع. بس المتاع ازاي؟ اوضح لكم بس النخاع ده عامل ازاي. ده بياخدوا عينه من الظهر من العظم نفسه، من العظم ازاي بيطلع؟ يحطوا ابره كبيره زي الحقنه كده في النخاع العظم نفسه، يا اما من الصدر يا اما من الظهر. ده مؤلم جدا جدا لدرجه بيجيب شلل كمان في رجلي. الله يشفيك يا رب العالمين. أنا لما عملته قعدت على كرسي بعجل لمده 3 ايام. لا اله الا الله. وبعدين ايه اللي حصل؟ طلعت التحاليل بتاعت البذل وحشه، قالوا لي عالية جدا على يعني مفيش فايده برضه. غيرت البرشام؟ غيرت البرشام، خدت حاجه اسمها برشام هدريه، جسمي ما جابش نتيجه معاه برضه. برضه برشام اعلى اقوى؟ اعلى. ادولي برشام حقن اسمها سيتوسال، تاخد كل 12 ساعه لمده 20 يوم. خدت 20 حقنه، عملوا استجابه بسيطه جدا، المرض رجع تاني. ان دلوقتي عندي مواجهه من المرض شديده جدا، مش قادرين عليه، هو اللي قادر علينا دلوقتي. طب انت في خلال ال10 سنين اللي انت تعبت فيهم كان مثلا المرض بيروح ويرجع، ولا ال10 سنين المرض موجود في الجسم؟ خفيت 3 شهور بالظبط ورجع لي اوسخ من الاول. خفيت خالص؟ اه. طب ولما انت رجع لك المرض تاني، الدكتور ما قالكش ايه سبب او في سبب معين؟ هي اللوكيميا المزمنه ما بتخفش نهائي؟ ملهاش اي حل يعني؟ ملهاش غير علاج واحد بس اسمها زرع نخاع. زرع النخاع؟ بيشيلوا المناعه خالص من الجسم وبيقعدوا الواحد في يعني 60 يوم في اوضه مغلقه، يعني محدش يخش عليها خالص عشان المناعه بتبقى ضعيفه جدا. بس انا لحد دلوقتي ما تسمحش ان انا اعمل العمليه دي. ان شاء الله ما توصلش للمرحله دي. لا بالعكس، ده انا يعني اللي بيعمل العمليه ديت بيكون عنده التحاليل بتاعته كويسه والمرض مش متمكن من جسمه كمان. ده كان متملك مني دلوقتي، ان عندي الصفائح عندي البيضه قلت والحمى قلت. طيب انت ايه الحاجه اللي ممكن تطلبها، يعني تطلبها من قرايبك من لا انا في حاجه نسيت اوضحها لحضرتك بس. اتفضل. انا دلوقتي ماشي على محاليل تاخد كل 21 يوم اسمها اندوكسان، دي اللي انا ماشي عليها دلوقتي، وبتجيب استجابه. بعد كده مره تانية ما تجيبش استجابه، مره كده ومره كده. بس دلوقتي يعني اللي انا حاليا دلوقتي فيه عندي نكسه في العلاج، يعني النسبه عندي عاليه جدا النسبه عاليه جدا جدا. الماديات يا عوض فارقه؟ يعني الماديات بتفرق؟ طبعا تساعدني، ان في ساعات مثلا تحاليل بعملها بقى مستشفى، اشاعات، كشف الدكاتره غالي جدا جدا. قال لي كشف عامل 700 جنيه دلوقتي. 700 جنيه؟ طبعا دكتور كشف عوام طبعا بيبقى غالي شويه، فمش عارف والله اعمل ايه، انا غصب عني والله فعلا. ايه الحاجه اللي انت ممكن تطلبها او اللي انت بتتمناها من اخواتك، من قرايبك، من اللي حواليك، من الناس اللي زيك؟ ايه الحاجه اللي انت يعني ممكن يساعدوك بيها؟ ايه يعني الناس تقف جنبي، نفسي اي حد يقف جنبي يحس بيا، يحس في اللي انا فيه. انا ما كنتش اتوقع ان انا ابقى في مكان زي دوت، انا بتوقع ان انا ابقى في شغلي. لو انا كنتش فيا مرض زي دوت طبعا ابقى قاعد مع صحابي، قاعد مع اهلي، بس حياتي اتدمرت خالص. مواجهتي مع المرض كمان شد عليا، فمش قادر اعمل حاجه بجد. نفسي الناس تقف جنبي تساعدني، لان انا ابويا على قد حاله وانا امي ست كبيره ومش قادر بجد اعمل اي حاجه يعني. طب لو ربنا اراد كده وان شاء الله باذن الله نتمنى ان انت تخف وتبقى كويس، ايه ممكن اول حاجه تعملها؟ يعني اول حاجه ممكن تعملها مباشره بعد ما اول حاجه طبعا اكمل نص ديني طبعا، هشتغل واجاهد، بس ان شاء الله لما اخف يعني اذا خفيت وهشتغل واكمل نص ديني واتجوز واعيش زي اي شاب نفسه يعيش. تعيش حياتك زي اي انسان. طبعا. بره فكره المرض، ايه الامنيه اللي انت ممكن تتمناها انها تتحقق غير انك تخف؟ ايه الامنيه التانيه، الحاجه اللي فعلا من جواك انت من قلبك من جوا نفسك فيها؟ انا نفسي ابقى مشهور.
لا اشتغل عادي والله واتجوز اعيش حياتي عادي. تعيش زي اي انسان. ايه انسان عوض في شباب كتير بيقعدوا يشتكوا يقول لك والله الحياه صعبه وانا مش قادر، وتلاقي ناس بيشحتوا في الشارع وصحته ما شاء الله يهد بيها جبل. ايه نصيحتك تقدر تقولها له للشاب اللي قاعد في بيته ومش عايز يستغل تمام. صحته ومش عايز يستغل حاجه ربنا مديها له انه يخدم بيها نفسه يخدم بيها المجتمع؟ اول حاجه انصحه بيها طبعا ان الصحه دي ما بتتعوضش بكنوز الدنيا كلها. انا نفسي ارجع بس لصحتي لو يوم واحد بس يبقى ما عنديش مرض زي ده. لا انا عايزه يعني بجد ايه يا شاب يجاهد ويعني يحاول انه يشتغل وربنا يقف معاه طبعا. اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. يعني الشاب تنصحه ان هو يبدا بالقليل، مش طبعا. لازم يبقى معاه عربيه، مش لازم يبقى عنده شركه. لا 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 حتى لا لو طبعا. شويه فاكهه شويه خضار يقعد يبتدي صغير وربنا يكرمه بعد كده. اكيد طبعا. اهم حاجه صحته كويسه. طبعا طبعا. الصحه طبعا حاجه كبيره ما تتعوضش بكنوز الدنيا كلها. لا طبعا. شكرا ليك يا عوض، واحنا نتمنى ان أشكرك. صوتك يوصل لاكتر ناس، ونتمنى من ربنا سبحانه وتعالى انه يسخر لك الناس الكويسه يا رب. اللي تقدر تقف معاك وتقدر تراعي حالتك. وطبعا يا جماعه انا هسيب رقم التليفون بتاع عوض، هسيبه على الفيديو ان شاء الله، وهسيب العنوان بتاعه لو حد عايز يجي يتاكد من كلامه ويشوف التقارير بتاعته ويجي السكن اللي هو قاعد فيه، وكل حاجه باذن الله بتخصه بنخليها قدامنا على الفيديو باذن الله. وطبعا احنا نتمنى ان شاء الله عود ان انت تخف وتبقى كويس وتبقى احسن من الكل وترجع لحياتك الطبيعيه من اول وجديد، وربنا ان شاء الله يوقف لك ولاد الحلال اللي يقفوا معاك ويساعدوك ويطلعوك من المحنه ان شاء بتاعتك. الله. والله يا عوض انا سعيد جدا ان انا قعدت معاك وان انا اتكلمت وانا معاك. اسعد والله. واتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان الهدف بتاعنا يوصل، وان الناس تسمع صوتك، وان ناس اصحاب القلوب الرحيمه يتحركوا ويقفوا معاك ويساعدوك. يا رب. كان معاكم اخوكم محمد من قناه فضفضه كوميك. اشوفكم على خير. سلام عليكم. طبعا دي الشقه اللي قاعد فيها عوض. طبعا اهل الخير سابوا له الشقه دي يقعد فيها عشان قريبه من المعهد، علشان يقدر يروح ويجي، لان هو طبعا بيتعب فبيحتاج عربيه اسعاف تنقله لانه ما بيستحملش المواصلات. فواحد اداله من اهل الخير اداله الشقه دي قاعد فيها. ولكن طبعا زي ما انتم شايفين الشقه طبعا ربنا يعينه يا رب عليها ويعينه على العيشه. طبعا في 2 قاعدين معاه، ده باب لحد وده باب لحد تاني هم قاعدين معاه، وده المطبخ اللي هو قاعد فيه، وده الحمام، ده المكان اللي هو متواجد فيه.